هل انتوا بتحافظوا على قيمه الفلوس ولا؟ معيش فلوس احافظ عليها. لو رجعنا بالزمن 30 سنه لورا وكان معاك 100 جنيه كان ممكن زمان تشتري بيها ايه ودلوقتي تجيب ايه؟ هتجيب بيها عجل. عجل، خروفين، بسد. نقدر نأجر بيت ونبقى معانا عربية ندفع قسطها. يا 100 جنيه دي كان مصروف شهر مثلا او حاجه. كانت ممكن تجيب لحمه وتجيب خضار وتجيب حاجات كتير. عادي جدا. جايبه خدهم 5 جرام ب 350 جنيه بالمصنعيه. كيلو اللحمه من 10 سنين 2015 كان بكام؟ يعني هتكلم في 2008 كان ب 50 جنيه. في السبعينات الثمانينات. انا فاكر ان كان ب 100 جنيه وكان الدنيا مقلوبه. 35 جنيه حاجه كده او 50 صح؟ هل دي سنه الحياه ان كل حاجه بتغلى ولا لا؟ اكيد مع الوقت كل حاجه بتتغير وبتغلى وبتزيد. اكيد صح؟ اكيد طبعا. هو عامة في اي حتة في الدنيا، حتى في امريكا، حتى في اوروبا، السر الحاجات من 10 سنين، كل 10 سنين التغيير الصح في الاقتصاد ان كل 10 سنين الاقتصاد بيتغير. ايه اللي ممكن تعمله عشان تحافظ على قيمه الفلوس مع الوقت؟ اشتري بيها ذهب. الريل استيت مثلا كنا نشتري بيها دهب، كان اكتر حاجة هتقعد معانا. اللي هو ذهب او دهب. تستثمر في نفسك. والله في بقى بورصة. معاك فلوس قوي بقى تقدر ساعتها انك مثلا تحط فلوسك بعقار. تستثمر بيها، ممكن تشتري ذهب، حاجات بتحافظ على سعرها مهما ايه. الذهب ذهب وعقارات برضه. استخدمها في مصلحه، في مشروع، صح. في حاجه تاكلني عيش استثمر فيما في بعد. ده، اشتري دهب، احاول اخش بورصه، اعمل اي حاجه. في كل بلاد العالم على المدى القصير الاسعار ممكن تعلى او تنزل شويه، لكن على المدى الطويل كل الاسعار بتزيد. نفس الورقه دي موجوده من زمان بس قيمتها الشرائيه بتقعد تقل مع الوقت، بالتالي لازم نتحرك بسرعه عشان تحافظ على قيمه فلوسك، وده بيحصل من خلال الاستثمار سواء في ذهب، بورصه او عقارات.